يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. روتين جديد وفيديو جديد معانا النهارده، كله طاقه ايجابيه ونشاط. يلا كده تحفزي بقى معايا لو انت وراكي حاجه، وشغلي الفيديو جنبك وقومي اعملي اللي وراكي. اول حاجه كده بدأنا يومنا. نشرت هنا كان عندي المشايات دي، مشاية كده ودوستين، كنت غسلاهم وسايباهم من بالليل يتصفوا. طبعا زي ما قلت لكم طريقتي في التعطير، عايزه اقول لكم كانت ريحتهم حلوه جدا. فبدأت كده طلعتهم بقى نشرتهم في البلكونه عشان ياخدوا الشمس. وكمان بدأت كده بقى فتحت الشبابيك، هنا كنا الصبح كده. فأنا طبعا ما بتحصلش كتير يعني إن أنا أصحى بدري، فبدأت كده بقى فتحت الشبابيك واخد كده ايه طاقة إيجابية كده على الصبح. لأن الإضاءة بتاعت يعني نور ربنا ده لما بيدخل كده وينور البيت، بصراحة بيدي كده يعني شعور بالدفى كده حلو جدا. بس فبدأت فتحت الشبابيك بالشكل ده وشديت الستاير، ودخلت بقى قلت اعمل لنفسي فطار الاول كده. فبسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه عملت كوبايه شاي. والفطار يعني كان حاجه كده خفيفه خالص، لان انا كنت ايه عايزه انجز يومي بدري بدري. بس هستأذنكم لو انتوا لسه ما عملتوش لايك، انزلوا اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا فيديوهاتي اول باول. اول حاجه كده عملت الشاي زي ما انتوا شايفين. بعد كده طبعا هي حاجة مش حلوة خالص ان الواحد يفطر بشاي سادة كده على الصبح، ولكن هو تعود، وانا كمان عشان بحب الشاي جدا فهتلاقوني ممكن افطر واتعشى بيه بالشكل ده عادي جدا. بعد كده بدأت سخنت كده رغيف بلدي، وبدأت عملت فيه جبنة، وده كان فطاري. يعني عملت رغيف جبنة وكوباية الشاي، وكده كان فطاري والحمد لله. فطبعا زي ما احنا متفقين بقعد الاول كده مع نفسي، يعني لو ورايا غسيل بنشره، او لو في حاجة زي مثلا المشايات دي او كده بقى بنشرها بالشكل ده، وابدا ادخل اعمل فطاري. علشان الوقت بس ما ياخدنيش واكسل والكلام ده كله. فبدخل بقى بعد كده بعد فطاري على طول بدخل على المطبخ، او لو ايا كان بقى اللي ورايا ببدأ الم مثلا لو في حاجة في الصالة. بس زي ما احنا متفقين مع بعض، الصالة دي دايما انا لازم بروقها، يعني بديها باخد لفة كده فيها قبل ما بدخل على اوضتي عشان انام، علشان اظبطها وانظم كده الدنيا مكان ما كنا قاعدين، لان احنا قعدتنا كلها فيها خصوصا في الصيف. فبصحى طبعا بتبقى نظيفة ورايقة، وبفطر كده على رواقة، وببدأ بقى أشوف بقى لو في حاجة ورايا في الأوض في المطبخ الكلام ده كله، لو هحضر غدا، لأن أنا لما بصحى متأخر طبعا يعني ايه بيبقى اليوم يعني يعتبر نصه خلصان، فببقى ايه بجري ورا نفسي بقى. بدأت كده فضيت الحوض من قدامي بالشكل ده عشان أغسل الكوبايات الأول، وحطيت كمان صابون لأن مكانش فيه صابون في البتاعة دي. وبعد كده بدأت بقى بغسل الصينية دي لأن أنا بصفي عليها، فهي يعتبر يعني ايه اكبر صينية بستخدمها يعني يوميا. فغسلتها بالشكل ده وشطفتها، وببدأ اني انا اغسل الحوض علشان احط الكوبايات، تبقى الحوض قدامي كده نظيف مفهوش دهون بواقي ايا كان يعني. وبدأت بعد كده غسلت الكوبايات بالشكل ده، بفضيها الاول زي ما احنا متفقين مع بعض، وبعد كده ببدأ اني انا اغسلها. طبعا احسن حاجة تبدأي بيها اول ما تخشي مطبخك هي هي الحوض. لو في مواعين زي كده بتبدأي ان انت تغسليها. لو في مثلا مواعين تانية بتصفيها الناحية التانية بتبدأي ان انتي توزعيها في اماكنها، عشان يبقى المطبخ قدامك كده رايق شوية، لان المواعين برضو من الحاجة اللي بتعمل زحمة جدا جدا في المطبخ، وبتعمل دوشة كده للعين، حتى لو مغسولة وسايباها تتصفى جنب الحوض برضو بتعمل تحسي كده ان المطبخ فيه دوشة. فده افضل حل اول ما تخشي مطبخك تدوري عليه هي المواعين. تخلصي مواعينك وبعد كده تبقى تتجهي بقى لاي حاجه وراكي، سواء بقى هتحضري غدا، سواء هتعملي مثلا كيكه كده حلوه، عايزه في وراكي تنظيفات ايا كان اللي وراكي، فبتبقي كده تحسي ان المطبخ حواليكي رايق. بس فغسلت اول حاجه الكوبايات والصواني بالشكل ده. طبعا يعني الموضوع ما بياخدش معايا وقت، انا طبعا بغسل الحاجه كويس جدا، بشطف الحاجه كويس جدا، ولكن انا ببقى مجريه الفيديو كتير جدا جدا جدا، فعشان كده بيظهر لكم الحاجه بسرعه. فما تفكروش يعني ان الحاجه دي بتبقى مكروته ولا الكلام ده، لا طبعا كل حاجه بتاخد حقها. حاجه بتتغسل كويس جدا، بتتشطف مره واتنين. فهو بس المونتاج عشان طبعا الوقت اثر الوقت معاكم، يعني ممكن الحاجات دي يعني اللي هي فقره غسيل المواعين دي لو بتاخد مثلا دقيقة دقيقتين من الفيديو، هي مثلا في الحقيقة ممكن تاخد لها مثلا نص ساعة تلت ساعة كده يعني. بس يعني على حسب بقى كتيرة قليلة الكلام ده كله. وعلى فكرة أنا من الناس اللي بتحب غسيل المواعين جدا جدا فوق ما أي حد يتخيل. في ناس كتير بالنسبة لها غسيل المواعين صعب ورخم وكده، ولكن لا بالعكس أنا بحب إن أنا أغسل المواعين جدا. يعني ببقى مستمتعة كده.
بس فطبعا في حاجات ورانا كتير في المطبخ محتاجة ان هي تتعمل. هنزل برضو الشفاط هغسله لانه يعني جمع دهون وكده، وانا مبحبش اسيبه يعني يوصل لمرحلة كده تبقى رخمة يعني وشكله مستفز. فهنزله واغسله وهبدأ ان انا اعلقه تاني. طبعا النهاردة هنعمل مع بعض الغدا كده، هيبقى حاجة سريعة. هنشوف هنعمل ايه مع بعض، وهنعمل عصير ليمون بالنعناع فريش تحفة جدا جدا جدا. بصراحة بقالي كتير ما شربتوش. ومشروب كده يعني بنشربه بره غالي جدا، ولكن هو في البيت ما بيبقاش مكلف خالص خالص. الليمون تقريبا الايام دي الكيلو ونص ب10 حاجة كده يعني. فطبعا اللي جابه خلي خلاص. وفي على فكرة تلحقي يعني تقدري ان انت تجيبيه دلوقتي وتخليه عادي. احنا جبنا وخلينا منه، ما جبناش زيتون السنة دي خالص. هو بس خالتي كانت مدياني كده شوية يعني من عندها. فدول بس اللي انا خللتهم، ولكن انا ما اشتريتش زيتون خالص السنة دي. انا اصلا ماليش يعني مش من هواة المخللات، ما بحبهمش قوي. ممكن بس لو نفسي كده يعني جابتني على حتة مخلل او حاجة، لو باكل فول يعني اكل معين كده لما بكون باكله بحب ماشي ان انا اكل جنبه مخلل، غير كده لا. في ناس اساسي جنب اي اكل زي جوزي كده، اساسي في وجبة الغدا لازم المخلل جنب الاكل ايا كان نوع الاكل ايه. وهنا بقى بصوا كان عندي كمية ازايز يعني. طبعا الازايز دي مش احسن حاجة ان هي تستخدم اكتر من مرة. هي المفروض استخدامها مرة واحدة بس وبتترمي، ولكن بقى زي اي بيت مصري اصيل يعني، فانا بستخدمها لاسباب يعني ايه بسيطة. يعني اول سبب اني انا عندي على فكرة ازاز، ولكن في منها اتكسر كتير. وطبعا عشان خاطر قاسي وكده فغلط جدا، بخاف مثلا هو ساعات بيروح ابعته مثلا يجيب ازازه ميه ولا حاجه، لو شايل واحده ازاز ممكن طبعا وارد جدا 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 ان هو يعني لا قدر الله يقع بيها ولا حاجه. وطبعا انا كان ليا ازمه في طفولتي في حاجه زي دي. فيعني عندي عقده اصلا من الموضوع ده، وهو ده الصح على فكره، ان مفيش طفل يمسك اي حاجه ازاز، لا كوبايه ولا ازازه. ف طبعا ما بحطش ازايز خالص. ازاز في التلاجة فيها مية، ممكن بطلعها بس احط فيها العصاير، لو عاملة عصير بطلعها احط فيها عصير، لان انا اللي بطلع العصير وانا اللي بصب سواء انا او جوزي. وتاني حاجة ان هي الازايز بتبقى صغنططة قوي، يعني مثلا نص لتر او كده. فبتبقى كويسة قوي ان انا احطها مثلا جنبي على الكومود او حاجة، اشرب منها بالليل وخلاص على كده. فهو ده يعني السببين بس اللي خلوني اني انا بستخدمهم. ولكن طبعا لما بحس ان هم خلاص يعني كده كفوا قوي يعني ووفوا معايا، فبروح بدأت بقى لميتهم، فضيتهم بالشكل ده ورميتهم كلهم. نيجي هنا بقى عملت السلطة. السلطة دي طبعا للغدا. وبعد كده جبت بقى شوية ليمون كده محترمين. عايزة اقول لكم انا زعلانة جدا لان في مقطع كبير جدا من الفيديو ده للأسف انا حذفته بعد ما صورته يعني ومنتجته وكده اتحذف. فزعلانة جدا للأسف مش عارفة اجيبه. فانا كنت موريالكم فيه، كنت مفرزه فيه شويه من الليمون. كان جوزي يعني جايب لي شويه ليمون كويسين، فبدات شلت منهم كده كام واحده في الكيس، لان ساعات بيوصل سعره 20 جنيه واسعار كده غريبه. فحطيت حبه كده مش كتير قوي في الكيس وحطيتهم في الفريزر. وانا وريتكم قبل كده كنت عامله فيديو منفرد في بدايه فتح القناه آه، لليمون، لتفريز الليمون باكتر من طريقه واكتر من شكل. انا بصراحه كنت عايزه اني انا اعصره واحطه في الفريزر، ولكن كسلت. فرحت حاطه دول، قلت كده ممكن ابقى استخدمهم بقى في تنظيف طير او كده. وبعد كده بدات بقى عصرت حبه كده في المج اللي انتوا شفتوه عشان هنعمل بيه العصير الفريش بعد الاكل زي ما قلت لكم. يعني عصرت حبه كده وشلتهم بقى على جنب، قلت بعد الغدا نبقى ايه آه نعمله يعني. هنا بقى كنا عاملين سمك مقلي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اول ما يطلع سخن كده تعصري عليه الليمون، تحفه مفيش احلى من كده. ورز بني وسلطه. طبعا السلطه انا بفرز البنجر، بفرز الجزر. طبعا الجزر الايام دي وصل 30 جنيه. ما اشتريتهوش تقريبا غير مره او مرتين بالكتير يعني، وكنت بشتري نص كيلو ما بجيبش كيلو لان انا استخدامي ليه مش كتير. فانا اتفاجئت اصلا اني انا الجزر يعني خلص من عندي من الفريزر مره واحده كده. فبصراحة بينفع جدا جدا ومجد جدا. هو يعني خلص من عندي فجأة علشان أنا كنت بسحب منه في البسلة بالجزر. لما كنت بعمل خضار بسلة بالجزر أو شوربة خضار أو سلطة، كنت بستخدمه الفترة اللي فاتت كتير في الثلاث حاجات دول، لأن أنا للأسف كنت مفرزة البسلة لوحدها. وعلى فكرة السنة دي مفرزتش بسلة.
او تقريبا في الراس بتاع 3 4 اكياس حاجه كده يعني. ف يعني ما عنديش بسله كتير، ف عادي يعني. فالمهم الجزر طبعا اللي كنت بجيبه بستخدم اللي بستخدمه، واللي بيتبقى حتى لو حاجه بسيطه خالص ما تستهونيش بالحاجه البسيطه دي، وابدأي ان انت نضفي الحاجه وقطعيها وشيليها في الفريزر. صدقيني في وقت ما هتنفعك وهتكون منجده بالنسبه لك. ما تقوليش دول حبه صغيرين مش عارف ايه، لا الحبه الصغيرين دول انت ممكن تسيبهم في التلاجة يبوظوا عندك وترميهم. لا الحاجه بقت زي ما احنا بنقول كده غاليه جدا جدا، يعني ما يوصل كيلو الجزر ب30 جنيه، يعني ده هزلت يعني. بس شيليهم في الفريزر هينفعوكي. يجي هنا بقى العصير الليمون بالنعناع، كان جوزي جايب لي ربطة نعناع كده من السوق، فطبعا غسلت على قد ما انا محتاجة، وبدات ان انا ضربت جبت الهاند بلندر. عايزه اقول لكم الخلاط بتاعي بايظ، في فيديو هينزل لكم مش عارفه بصراحه هيبقى قبل ده ولا بعده، يعني كنت عامله فيه كيكه هو باظ اليوم ده. طبعا الخلاط ايدي ورجلي، يعني حاجه بشعه جدا. فالحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل ان هي بتيجي في الحاجات دي مش مهم. فبدات برضو في بديل عندي الحمد لله، استخدمت الهاند بلندر انجزني. حطيت الليمون وبعد كده حطيت شويه نعناع، نقيت كده كام ورقه نعناع وغسلتهم كويس وحطيتهم مع الليمون، وحطيت سكر وبدات ان انا اضربهم بالهاند بلندر. طبعا زودت ميه وبقيت ادوق من وقت للتاني كده، اشوف لو مثلا محتاج ميه محتاج سكر الكلام ده كله. وبعد كده ضربته كويس جدا. طبعا ما صفتهوش ولا اي حاجه خالص، لان انا اوريدي كده كده الليمون كان يعني كان متصفي وانا بعصره، لان زي ما انتوا شفتوا كده بعصره باللي هي العصاره بتاعه الليمون دي، فبتشيل منه اي بذر او اي تفل اي حاجه من الكلام ده بتشيله. وبعد كده بدأت صبيته في الكاسات دي زي ما انتوا شايفين كده، وكمان جرنشته من فوق كده، حطيت يعني ورق نعناع زي ما انتوا شايفين شكله حلو جدا. عايزه بقى تحطي شاليمو تمام، عايزه تقطعي شرايح ليمون وتحطيها من فوق من على طرف الكاس، او تحطيها معاه في العصير عادي اللي يريحك. انا طبعا كنت عايزه احط شاليمو، ولكن لو طلعت كيس الشاليموهات آسر هيعمل لي حفله، بياخدوا طبعا بينطروا في كل حته وبوظ لي منه كتير جدا، فيعني حرام. بس وبعد كده كان عندي اللي هو فيتراك اللي هو الشربات بتاع النعناع ده، حطيت منه بالشكل ده. طبعا بص هو ليه طريقتين في الحط، لو انت عايزاه يبقى شكله مركز كده تحت يبقى بالشكل ده وفاصل كده عن العصير، يعني يبقى درجات زي ما انتم شايفين كده، بيبقى شكله شيك جدا وحلو جدا شبه بتاع الكافيهات. ده تحطيه بعد ما تصبي العصير، يعني تصبي العصير بالشكل ده وبعد كده تحطي الشربات ده بيركز تحت. لكن لو عايزاه يبقى كله مخلوط في بعضه بتحطي الشربات الاول وبعد كده بتصبي عليه العصير، بتلاقي ان كله امتزج في بعضه واداكي لون واحد. طبعا في حاجه تانية عايزه اقول لكم عليها بالنسبه للسمك المقلي. انا اتبقى معايا كام سمكيه كده، يعني كنت حاسه ان هم كتير علينا، لان زي ما انتم عارفين انا وجوزي بس اللي بناكل، ابني يعني يعتبر بياكل حاجات هبله خالص خالص، اكلته ضعيفه جدا. فاللي اتبقى بقى رحت شايلاه كده بعد ما كمان حطيته في الدقيق، يعني رحت شايلاه في طبق زي ما انتم شايفين كده وغطيته وحطيته في الفريزر. طبعا هينفعني هطلعه في اي وقت تاني. ومن ضمن برضو الحاجات اللي اتحذفت في المقطع اللي كنت مصوراني، انا كنت مورياكم طريقتي في تخزين البلح اللي هو الرطب. ببدأ اني انا بقشره وبشيل منه النوى، وبعد كده المرة دي اول مرة اعمل الحركة دي اني انا اهرسه. الاول كنت بشيله كده صحيح بعد ما بشيل منه النوى، المرة دي هرسته بشوكة وفتته خالص، وبعد كده حطيته في اكياس. عمل معايا كيسين، حطيته في كيسين. ده كان بلح متبقى عندي، يعني كلت اللي كلته واللي اتبقى ده استحرمته طبعا لان هو عمره مش طويل، فشيلته في اكياس كده وشيلته في الفريزر، بطلعه بعمله بسمنه بلدي بيبقى تحفه. طبعا مفيد جدا بس للاسف برضو ابني مش بياكله. وهنا كده الليمون اللي انا قلت لكم عليه اللي احنا كنا مخللناه كان بيتسلق في الوقت ده، وهنا كده كنا خلاص خلصنا وطلعنا بقى نشرب الليمون بالنعناع. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا لو بحاجه بسيطه. طبعا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه، وسووا لي كمان كومنت حلو منكم كده، ادعوا لي فيه دعوه حلوه، واستنوا من فيديو جديد. باي.